الحمد لله الذي خلقنا من عدم وأخرجنا من ظلم وكبرنا بعد صغر وأطعمنا بعد جوع وسقانا بعد ظمأ وكسانا بعد عري وأنعم علينا بنعمة الإسلام والإيمان. أيها الأحبة الكرام، مرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامج من هدي الجمعة، وقد خصصناها للمرة الثانية مع حضرة وجناب الشيخ السيد الحسني السيد عباس السيد فاضل النقشبندي الحسني، نزيل قلعة الصمود في سامراء المحمية، سامراء التراث، سامراء التاريخ، في محافظة صلاح الدين البطولة في العراق الأشم، جمجمة العرب. لذلك مهما تكلمنا عن العراق وعن هذه المحافظة وعن سامراء بالتحديد وعن هذه القلعة التي قد أنار الله سبحانه وتعالى على هذه الشخصية المحمدية الربانية، فقد شرفنا الله سبحانه وتعالى أن نلتقيها، فنحن مقصرون في هذا الكلام. لذلك قد انتهينا في الحلقة السابقة عند هؤلاء الثلاث الذين يشفعون في الآخرة لأصدقائهم وأخوتهم في الله، والذين قد حباهم الله تعالى بالأنوار وبكرم هذه الشفاعة، فقد تحدث عنها سيدنا حضرة الشيخ، فالكلام له في هذا التصنيف وفي هذه العبارات، ثم يتطرق إلى الشيوخ الروحانيين أو شيوخ الروح الذين نهل من علمهم النور المحمدي، فالكلام لحضرة الشيخ عباس على هذه الشاشة، وهو ملك لكل مسلم على الأرض ومؤمن يبحث عن رضا الله أولا، ثم رضا المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم، ثم التشبث بأنوار هؤلاء الأولياء. فالشيخ عباس معكم، والكلام لك جناب الشيخ. بارك الله فيك يا دكتور خميس، وبالأعزاء والمشايخ الحاضرين. يشفع ثلاثة: الأنبياء، وشفاعة الرسول صلوات الله عليه من روحي وما ملكت فداه، جاءت بطريق التواتر، دلالتها متواترة، وهذا هو المقام المحمود. والشهداء كذلك وردت النصوص بأنهم يشفعون لأهليهم، وحتى الصغير الذي لا ذنب له أو عليه يشفع لأبويه، فيقول الحق جل جلاله: ادخل عبدي الجنة، فيقول: وعزتك وجلالك لا أدخل الجنة إلا أن يدخل معي أبواي. قال: خذ معك أبويك إلى الجنة. الله الله. وأما أهل الصلاح، وهذا أمر ذكرنا فيه النص في الحلقة الأولى: ما لنا من شافعين ولا صديق حميم، فكيف بأولياء الله وأحبابه العارفين الربانيين. لذلك قرأنا بداية السبعينيات في العقيدة الشيبانية: ويشفع بعد المصطفى كل مرسل وكل ولي في جماعته غدا. فهذا اعتقاد الشافعي إمامنا الله الله. ومالك والنعمان وأحمد. ما شاء الله. وهذه سبحان الله، الله تبارك وتعالى يقول: اتبع سبيل من أناب إلي. وكان عليه الصلاة والسلام عندما يسأل، وهذه أحاديث واضح عندكم في الصحاح: يا رسول الله، يعني
نحن في حزن. معنى الرواية أو الروايات: مقامك عالي ومقامنا داني. فلا نريد جنة ليس فيها محمد رسول الله. الصلاة والسلام. فإذا جبريل الله ينزل مثل ما يقول شيخنا الشيخ أحمد الراوي وشيخ مشايخنا، يقول ينزل يرود سريع بالآية: ومن يطع الله والرسول إن قال وحسن أولئك رفيقا. قال: أنت يا ثوبان معي، وأنت كذا فلان معي في الجنة. وهذه منازل لأجل المحبة. وأريد أن أعرج قليلا عن المحبة قبل أن ندخل في مدارج علماء الروح الإسلامي. المحبة تنقسم إلى 3 أقسام، وعبارة دقيقة، يعني منهج المحبة منهج الأولياء، ما شاء الله. واللي بقلب دنيا ليس يكون من الأولياء. دنيا بأيديه فقط مو بقلبه. وأقسم بالله، وهذا ظني مطلقا، لو أن في قلبك حقد على مسلم فاسق ما يتخذك الله تبارك وتعالى وليا. لأن كيف يتجلى على قلب عبد فيه دناسة؟ وأضرب مثال: أنا عندي عطر العود، وهو أنواع متعددة لنا بعض الخبرة فيه، ويأتي رجل فيقول: أعطوني من هذا العتيق أو السيوفي أو الهندي أو الكمبودي. فنقول لهم: مد يدك، والله نعطيك ما تشتهي. فرأيت بجانب يده خرء عصفور، فنقول: لا يمكن لعزتي وعزتك، ولا يمكن أن أهين العطر النفيس المسنون وفي يدك خرء عصفور، وإن كان بالفقه ما يؤكل لحمه، ما يؤكل لحمه، لا يمكن. لا يخلط العطر مع الخرء وإن كان خرء ما يؤكل لحمه. مأكول، نعم. إذن لله المثل الأعلى. كيف جل الله على قلب عبد، الله الله، وفي قلبه دناسة أكبر من خرء العصفور، الله دناسة كبيرة، الله، وهو الحقد ولو على مسلم فاسق. الله أكبر، الله أكبر. وهذا هو يا سادة هو الصفاء بعد الإخلاص. فلا يتجلى على عبد في التجلي والقرب وفي قلبه حقد ولو على مسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا البغضاء جاءتنا من الأمم التي أنهاها الله وأخزاها الله، وهي البغضاء. نعم. لذلك أريد من السادة والدعاة والعارفين أن ينتبهوا وأنتم دعاة مباركين إلى هذا المثال العالي. وأضع الأمانة للأمة في هذا المثال، مثال عجيب وأمانة من حيث دلالة الشرع والعلم في اللغة العربية هو الوعي به، أي العمل به. لا بارك الله بعلم ليس فيه عمل. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وأما العمل بالشريعة ومنازل القلب صفاء وقربا، فهذا عمل الروح الإسلامي. وأنا ألخصه بثلاث قبل أن آتي إلى المثال. نعم. عمل الروح الإسلامي ومراتبه ثلاث: الطاعة بالدين الكامل الصالح، نعم،
مع الهمة والتحمل في سبيل الله. واحد. ثاني، منازل القلب عند مليك مقتدر. الله الله. والمرتبة الثالثة الخدمة أو الدعوة في سبيل الله. ما شاء الله. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الله. شوف دلالة الشرع ودلالة الروح. الله الله. المرتبة التي فيها مدرج الولاية بعد الدين الحنيف وبعد الذكر من إخلاص وصفاه هو الحب الإلهي. والحب مراتب ثلاث. ما شاء الله. أن تحب الله لذاته وليس هو هناك حبا حقيقيا إلا حب الذات. لا إله إلا الله. أن تحب الله لله. لماذا؟ لأنه الله. لأنه أهل المحبة جل جلاله وعم فضله ونواله. الحب الثاني أن تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسك وأحب من نفسك وأغلى من نفسك لأن الله أحبه وأمرك بحبه. الله. وهذا حب قبولي ذاك ذاتي. نعم. لن تؤمن يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك. والمرتبة الثالثة الحب الكمالي وهي أن تحب من أحب الله. ما شاء الله. قال الشيخ ابن تيمية وهذا كلام يجب أن تنتبه الأمة جميعا إليها. نعم. سواء في الدلالة أو في الروح. قال ومن كمال محبة ذاته أن تحب من أحب الله. الله. قلت يا شيخ هذه نكرة، من أحب فكيف إذا أحببنا من أحبه الله. الله 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 ما شاء الله. هذا لكمال المحبة يقول. إذن نضع هذه الأمانة في الشرع والروح للأمة كلها وأني مبلغ هذه الأمانة من حيث ما أنا فيه من الشريعة ومن عمل الروح الإسلامي. ما شاء الله. سواء كان في الذوق أو السلوك. نعم. سواء كان في العبادة أو في الأدب الظاهر والباطن أو في الخدمة. الإنسان يحتاج بسيره إلى الله بقوله تعالى وعجلت إليك ربي لترضى. إني ذاهب إلى ربي سيهدين. فأين الطريق وأين السير وأين عظيم السير وأين الوصول؟ فوالله أساس عمل الروح الإسلامي أساسه هو التوحيد والقلب. لا إله إلا الله. مع الله عز وجل. لا إله إلا الله. نعم. وهو التفريد والتفريد في التوحيد لكمال التوحيد. أما التوحيد فقوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. وأما التجريد فهو الإخلاص في التوحيد. قال تعالى جل جلاله قال ألا لله الدين الخالص. نعم. لا إله إلا الله. وأما التفريد فهو الفرار من كل شيء إلى الله. الله الله. قال تعالى ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. لا إله إلا الله. يا سلام. لا إله إلا الله. إذا لا بد من التوحيد الذي هو الطريق أو الأساس. نعم. إذا وضعنا البناء والطريق السير والأساس ما فوقه البناء ثم المعارج التي لا تتوقف. إذن أساس الطريق إلى الله هو التوحيد. التأله لله وحده، الحب لذاته الأقدس لا إله إلا الله. الله الفاعل المطلق هو الله. لا إله إلا الله. ولكن كماله تجريدا وتفريدا كما جاءت النصوص القرآنية عن ذات الحق جل جلاله. لا إله إلا الله. الله. الآن
راح نبدأ بالمسير. نعم. يا سادة، يا مشايخ، يا أمة، أصبح أساسنا التوحيد، وعظيم الأساس التجريد والتفريد في التوحيد. إذا توحيد وقلب مع الله. الله 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 الله. هذا أساس السير إلى الله. نعم. وإذا لم يكن طريق ماكو هناك سير. نعم. كذب وخداع. لا تستطيع أن تبني وليس هناك أساس. أكيد. هذا أساسنا، إن شاء الله. هذا عظيم أساسنا، أي في المنهج التبعي الوراثي. نعم. إذن لابد من المسير. فالعلم كان إضاءة للطريق، والتوحيد أساس، والقلب كمال التوحيد. الله الله. إن شاء الله. إن شاء الله. الآن بدأنا بالمسير لوجود الضياء في الدلالة، ووجود الطريق في العلم في التوحيد والقلب. نعم. ما هو السير إلى الله إذن؟ بدأنا وأخذنا نسير. بعد التوحيد الأعمال بأحكام الشريعة الغراء. إن شاء الله. فالبناء على الأساس والسير بهذا الطريق هو أفعال الشريعة الغراء. نعم. قولا في الدلالة، وعملا في الأحكام بما أراد الله عز وجل، من حيث الوجوب ومن حيث الاستحباب. إن شاء الله. لأن كلام الله جل جلاله فيه إبهام. خاتم النبي تكلم عن الله بإيضاح ما أراده الله، وفكذلك الإبهام. الله الله. فالسنة والقرآن واحد يكمل بعضه بعضا. نعم. وكلاهما عن الله. نعم. لا إله شوف يا دكتور خميس. نعم سيدي. كلاهما عن الله. آمنت بالله رب ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم. الله إن روح القدس نفث في روعي، سواء القلب والعقل. نعم. الله. إذن السنة الطاهرة وضحت لنا ما يريده الله، فقد بين الحق لنا أن نبيكم هو الذي يبين ما أريده أنا. الله الله الله. انظر إلى قوله تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم. الله ما شاء الله. ونزلنا إليك ذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. أمرنا بالصلاة، لكن علمنا كيف نصلي. نعم. عليه الصلاة والسلام. صلوات ربي عليه. عليه الصلاة والسلام. أمرنا الحق بالصيام، علمنا الحبيب كيف نصوم عليه الصلاة والسلام. بما يريد الحق ويرضى. نعم. وهكذا الدين كله. ما شاء الله. إذن السنة والقرآن بعضهما مع بعض يكمل ما يريده الله بدلالة الشرع الحنيف. إذن وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. يا سلام، ما بمعنى الذي تفيد الاستغراق. الله كل ما آتاكم خذوه، كل ما نهاكم عنه يا سادة خذوه. إذا لماذا شديد العقاب؟ الله. ونهاية الآية تدل ما في الآية من معاني وأسرار أرادها الحق عز وجل. لا إله إلا الله. نهاية الآية تدل على ما في الآية مما يريده الحق. طيب ما بمعنى الذي كل ما أراده الله فعلناه، كل ما نهانا تركناه، وذروا ظاهر الإثم وباطنه. الله. والبلاغة تتعدى من الأدنى إلى الأعلى، فجاء باطن الإثم أشد من ظاهره، لأن البلاغة تتعدى من الأدنى إلى الأعلى، إلا البلاغة التشريفية اللي بها تقدم. إذن الشريعة أمرتك بترك النواهي الظاهرة، وأما تهذيبك في قلبك وأدبك المحمدي
أنه تنهي الباطن عن كل ما يبعد ويشغل عن المولى جل في علاه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. مآثم ظاهرية. نعم. إذن الله قال ما أتاكم خذوا ما نهاكم عنه انتهى. طيب، لماذا شديد العقاب؟ يقتضي العفو الغفور الودود الرحيم، وهكذا الآيات. نعم. لأننا قال البعض من الأجلاء الدعاة عندما سألت من كبار دعاة الحقيقة العالم الإسلامي، قال والله يا شيخنا لأنه ما فعلوا. قلت له الفعل موجود. قال كيف؟ قلت واتقوا الله. قال والله الحد إلى هنا. واتقوا الله. بعد التقوى إن شديد العقاب. لماذا؟ لأنهم اتبعوا الظاهر وتركوا القلب مع الله. الله، استنباط راقي ما شاء الله. لذلك كانت الآية مباشرة من بعد تلك الآية. قال للفقراء. نعم. الذين انكسروا، المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. إذن اتباع الله وافتقار وإخلاص ثم دعوة في سبيل الله. هكذا مدارج الصديقية. إذن قوله تعالى أولئك هم الصادقون. الله. إذن وين شديد العقاب وين الصديقية؟ والصديقية ثاني درجة النبوة، لقوله تبارك وتعالى أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إذن الآن سيكون مدرجا آخر في الترقي أي في العروج. فعرفنا هنا التوحيد. نعم. وعرفنا الاتباع، وعرفنا مرتبة أخرى من الأسرار الربانية، وهي سر قبول العلم والعمل. الله الله. عن الله عز وجل سر قبول العلم، سر قبول التوحيد، سر قبول العمل الشرعي هو الإخلاص. الله الله الله. ونظرت في ظلال المعاني إلى النصوص. قال تعالى ورضيت لكم. لكم، شوف البول الشاسع الذي لا يقدر ولا يعرف لا بالعقل ولا بالميزان اللي يقدر فيه العدد، سبحان الله، ولا البعد. رضيت لكم. إذا عدكم إسلام دلالة وعدكم عمل دين لكم. الله. يا ربي متى يكون لك؟ الله. قال مخلصين له الدين. الله الله الله. فصار الدين بالإسلام أي دلالة وعمل قبل عند الله فكان له بالإخلاص. الله. وإذا ماكو إخلاص هذا لكم حتى لو عبدتم الليل والنهار. سبحان الله. فالمسألة ليس مظاهر الله أكبر ولا ما يكتب وما يدعي، لا يا سادة، إنما الحال مع الله وفي خدمة الأمة مع هذا التجرد العظيم، الافتقار العظيم. لذلك سبحان الله نجد أن الله أراد منا الإسلام بدلالته، وأراد لنا الدين بعمله، وقال لنا سر القبول لكم بهما هو الإخلاص، مخلصين له الدين. ألا لله الدين الخالص يبتغون فضلا من الله ورضوانا. ذاك الوقت تصير داعية وينصرون الله ورسوله. ذلك الوقت أنت من الصادقين، من الأولياء، من العارفين إن شاء الله. ولكن هناك مسألة أخرى الله تبارك وتعالى ذكر من بعد هذا، قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. مو المؤمن، لا، مؤمن مفلح. الله. إنما المؤمنون إخوة
فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. لا إله إلا الله. لكن هنا ما قال ترحمون، الله، أي هنا مو ترحمون، فيها رجاء الرحمة المتحققة. الله ما شاء الله. ولكن هنا قال المفلحون. نعم. إذا من الذي يكون على الصديقية والفلاح؟ اللي يعدهم اتباع، نعم، وعدهم انكسار، وعدهم إخلاص، وعندهم دعوة الله، ثم عندهم إيثار. وعندي مراتب الإيثار 3. ما شاء الله. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نعم. المنافق يحب لنفسه أكثر من أخيه. المنافق يحب لنفسه أكثر من أخيه، والمؤمن يحب لأخيه كما يحب لنفسه. نعم. والصالح يحب لإخوانه أكثر من نفسه. الله الله. عذرا جناب الشيخ، أعزائي المشاهدين، فاصل قصير وهي سيرة من أحد الصحابة الكرام، صحابة رسول الله سبحانه وتعالى، ثم نتواصل وإياكم وهذا اللقاء الشيق النوراني مع حضرة جناب الشيخ عباس النقشبندي الحسني، فكونوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. حنظلة بن أبي عامر بن مالك بن عوف بن مالك بن حارثة الأنصاري الأوسي، عرف والده في أيام الجاهلية بالراهب، ولكن عندما بعث بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يستجب لدعوته وخرج من المدينة المنورة وشهد معركة أحد مع قريش. لكن ابنه حنظلة أسلم وكان إسلامه حسن، ويقال إن حنظلة بن أبي عامر استأذن الرسول صلى الله عليه وسلم في قتل أبيه، ولكن الرسول الكريم نهاه عن ذلك. كان حنظلة بن أبي عامر رضي الله عنه شابا صالحا وتقيا، فعندما سمع نداء الرسول صلى الله عليه وسلم بالاجتماع في الصفوف لملاقاة العدو خرج من أهله وهو جنب كي يلبي نداء الرسول للجهاد، فاستوى في المعركة بين الصفوف مع المؤمنين وقاتل رضي الله عنه حتى استشهد في معركة أحد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن صاحبكم تغسله الملائكة، فاسألوا صاحبته. فقالت: إنه خرج لما سمع النداء للجهاد وهو جنب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لذلك غسلته الملائكة. فكان من الرجال الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه رضي الله عنه وأرضاه. أهلا بكم من جديد أيها الأحبة الكرام، وهذه الحلقة المميزة مع حضرة جناب الشيخ عباس النقشبندي في قلعة سامراء المحمية، وهو لا يزال يتحدث لنا هذه الأنوار وهذه الجبال من العلم الشريف، العلم المحمدي وكذلك اللدني الذي قد قذفه الله سبحانه وتعالى في قلبه المبارك، وقد فتح هذا الصدر الشريف لكي يتكلم معنا ومعكم بهذا اللسان النوراني. فالكلام لا زال مع حضرة الشيخ، فعذرا جناب الشيخ لا زلت تعرج جنابك على هذه الأنوار وهذه الأنوار المباركة، بالإضافة إلى ذكر المشايخ الكرام مشايخ الروح. فالكلام لك جناب حضرة الشيخ. قلنا قبل الفاصل بعد هذا الاتباع ما أتاكم والافتقار للفقراء والإخلاص يبتغون وينصرون في الدعوة، كان مرتبة أخرى وهي ما بعد الإخلاص وهو الصفاء. نعم. لأن حتى نرجع إلى أصل الطريق،
فقبول العلم والعمل بالإخلاص. نعم. وأتينا بالدلالة. نعم. وهناك دلالة أخرى صراحة أو ضمنا يعني، لكن هنا الصفاء. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الله رؤوف رحيم والنبي رؤوف رحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهنا قال على عباده وأحبابه أنهم على الرأفة والرحمة. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أقسم بالله أن القلب الذي جعله الله تعالى على القدم الشريف أي متصل برسول الله حقيقة ليس في قلبه حقد ولو على فاسق واحد. الله أكبر ما شاء الله. إنما يقول لهم هذه مخالفة لا تفعلوا، يدعون له لكن ما يحملون في القلب على مستوى. الله أكبر ما شاء الله. لأنهم عافاهم الله من المآثم الباطنية وذروا ظاهر الإثم وباطنه. الله يقول جل جلاله. إذن هناك سر عجيب في السير. عرفنا أن الأساس أو أساس الطريق أو أساس البناء سواء كان عظيم الأساس أو عظيم السير أو عظيم الأساس في السير هو التوحيد مع القلب والعمل بالشريعة. الآن رب سائر يقع وخاص لمن أسرع. الله. وعجلت إليك ربي لترضى. الله. السير السريع للرضوان مو فقط الاتباع. هناك ارجع فإنك لم تصلي. سبحان الله. كما قال أهل العلم مصلي معاقب مصلي محاسب مصلي معاتب مصلي مقرب أو مثاب والآخر مقرب والكل مصلي. كل مصلي. سبحان الله. إذن فويل للمصلين الذين هم صلاتهم ساهون. لكن أين الفلاح؟ بالتحقيق قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. هذا يصلي وهذا يصلي. الله. إذن الصلاة الأولى واجبة والقلب اللي مع الصلاة هذا محل القبول. إذن نحن سنسير بالدلالة وبالعمل. فأين الحفظ في المسير؟ الله تعهد بالحفظ بأمرين: سر ولا تلتفت. ملتفت لا يصل، متسلل لا يفلح. الحفظ في المسير أمران عظيمان كبيران: الإخلاص والصفاء. الله أكبر ما شاء الله ما شاء الله. بالإخلاص تقبل وبالصفاء يتجلى عليك قبولا في سيرك، فصار قبول وسير. إني ذاهب إلى رب وعجلت. الله الله. الإخلاص سر القبول بالدين كله. وأما الصفاء فهو سر التجلي. أقسم بالله وعقيدتي في ذلك مطلقة شرعا وروحا عندي. الذي في قلبه حقد ولو على مسلم فاسق لا يتخذه الله وليا. يمكن يغفر له يرحمه كذا، لكن في مقام التجلي والقرب لا يمكن إلا بعد الدين صفاء وإخلاصا، إخلاصا وصفاء.
إذن ومن يوق شح نفسه فأولئك الله والذين جاءوا من بعدهم ربنا إنك رؤوف رحيم. هكذا القلوب المحمدية الله. اللي دخلت بالرؤوف الرحيم، لا حول ولا قوة ما شاء الله. اللي بقلبه حقد ولا حسد ولا غرور ولا عجب ولا حب شهرة ولا حب دنيا أو يجمع حول أهل الدنيا للدنيا، فهذا خارج عن التجلي في الولاية، الولاية منه براء. الله. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. مفهوم المخالفة في البلاغة، فكيف من أحب وليا لله. الله الله. شوف المسألة. لذلك قال الكبار اللي سنصل أنا في المدارج فيها، قالوا لو أن وليا حارب وليا دخل المعتدي في المحاربة فقد ينهي ولايته. الله أكبر. هذا الصفاء، الصفاء. إذن الآن وضعنا الأساس، وضعنا البناء، صار عند ذلك الحفظ فيهما، في أساسنا وسيرنا وحفظنا. ماذا يراد بعد ذلك؟ هذا منهج العلماء الصالحين. الله الله ما شاء الله. أين منهج الأولياء العارفين؟ حتى ننتبه بالأمانة، لا تكون خيانة، حتى لا تكون خيانة يا سادة يا مشايخ. الدكتور خميس، نعم سيدي. نعم سيدي. أنت صاحب علم ودعوة في الله، الله يحفظكم. فأرجو لك المزيد والأمة. دعاكم السلام. إذن انتهى منهج العلماء الصالحين، فأين منهج العارفين الربانيين؟ والله الذي لا إله غيره، لا إله إلا الله. هذا القسم الأعظم. كل العارفين والربانيين أساسهم هذا الذي تقدم. الله الله. هكذا بناؤهم وهكذا حالهم في منهج الشريعة الغراء. إذن أين عمل الروح الإسلامي اللي طبل به الناس واعترض الناس وبالغوا الناس وتنفخوا وتناطحوا وإلى آخره يا سلام سلم. وين؟ بعد هذا الأساس وهذا البناء وهذا الصلاح نبدأ في المقربات السريعة إلى الله. إلى وعجلت إليك ربي، من تقرب إلي شبرا تقربت، من أتاني ماشيا أتيته. إذن أين عمل الروح الآن؟ في منهج الربانيين. هذا الأساس وهذا البناء وهذا الحفظ. إذا خرجوا عن هذه المراتب الأربعة، العلم والعمل والإخلاص والصفاء، فهم على خطر، ولو يطير في الهواء ويمشي على الماء. على خطر. على خطر. سبحان الله. لأن أحباب الله، شو الكلام دقيق، أحباب الله عندهم ظاهر وباطن، مو ظاهرية وباطنية. إحنا الظاهر هم الباطن، أو إحنا الباطن أعوذ بالله. لا، ظاهر أهل الله الاتباع وباطنهم الإخلاص والصفاء. فإذا أردتم أنهم صدق الإخلاص والصفاء فانظروا إلى ظاهرهم بشريعة الله، وإذا أردتم قبول الشريعة عندهم فانظروا العمل مع الصفاء والإخلاص. الله الله. ومن لوث هذا فهو كذاب. الله أكبر. لوث كذاب. إذن الآن هذا الأساس، هذا البناء، هذا الحفظ. الآن راح نبدأ إلى منازل القرب. هم درجات عند الله، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات.
وآتينا عيسى ابن مريم البينات. سؤال لا أجيب عليه، يخلق لنا شوية تساؤلات، لكن لأهل ظلال المعاني، أهل المفهوم، أهل الإشارات على ما يراد، كلم الله موسى بدرجته، ولو زيد عليه الدرجة فماذا سيكون له؟ والحبيب من بعد الكلام له درجات، فماذا سيكون له في الاختصاص؟ وعليكم التفسير. الله 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 ما شاء الله. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله موسى عليه السلام، مو درجة فوق الكلام، ورفع بعضهم فوق الكلام شنو؟ درجات، فصار الكلام وما فوقه ضمنا. وكل ما ورد فوق هذا بالدلالة، ومن أنكر هذا في الاجتهاد وليس في الدلالة، كما قال الإمام الرازي في تفسيره. على كل حال هذا فيه إبهام، ونبات الإبهام من أعظم ضروب البلاغة. طيب، إذن الآن نبدأ، ليس إلى الدلالة، وليس إلى الوجوب، وليس إلى السنة المكملة لهذا الواجب، لأن السنة بمحل الفرض بكمال الفرض، فصارت واجبة في أماكن أخرى. مثال ذلك في الحديث الصحيح: يعرض العبد على الله عز وجل، وأنا أسرع لضيق الوقت، فيقول: هل لعبدي من نافلة يكمل بها فرضا؟ في الحديث الصحيح قال: نعم. فالسنة كملت الفرض. إذن ومن الليل فسبحه وإدبار لكليهما. إذن أصبحت التعقيبات بعد الصلاة على هذا واجبة، هي مو واجبة، هي سنة، لكن جت أدبار وإدبار، أي بعد عقب الصلاة. نعم. الله، لأن السنة كملت النقص، فصارت هذه السنة مكملة للفرض، فصارت حكم الفرض لكماله وليس لوجوبها في الفرضية. نعم. لذلك جاءت أدبار وإدبار. إذن فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، صيغة الأمر وهي سنة. أما صلى ما ندري وين ويطلع يركض وكذا، مو هكذا يعني. إذن ومن الليل فسبحه وأدبار، قراءة العشرة. نعم. وإدبار. نعم. السجود. إذن الآن سنبدأ بعملية سرعان المسير في عظيم الطريق وصولا إلى الله. لا إله إلا الله. مو في واجب ومرجوح ويمكن لك ما لك من صلاتك إلا نصفها أو ربعها إلى آخر الحديث يعني. وهذا الحديث بمعناه صحيح لما ورد أنه فويل للمصلين. طيب، إذن الآن سنبدأ إلى معارج القرب. بس انتبهوا، معارج القرب. فراح نعمل المقربات. فكان الصفاء أول مدرج الأولياء العارفين، والعلم والعمل والإخلاص والصفاء منهج العلماء الصالحين. لكن العارف بدأ مع هذه بالصفاء الذي ليس فيه على مسلم حتى يتجلى الله على قلبه. احنا ما انطينا العطر اللي بيده خرع عصفور كما قلنا في اللقاء الأول. إذا سيكون تجلي وتقرب. الله، تجلي وتقرب. راح نشتغل بشيء من أعظم ما أراد الله. قال تعالى: ولذكر الله أكبر. وهو أن يكون ذاكرا وحاضرا مع الله، وذاكرا في قلبه ليل نهار،
فليس الخشوع عنده في الصلاة فقط، هذا عنده أمر لا بد منه، بل الحضور والخشوع في ساعات الليل والنهار. وهذا ما يسمى بالحضور عند العارفين بالله. ولذكر الله أكبر. يسأل سائل فيقول: كيف بالقلب ذكر؟ نعم. قل له: شوف النصوص يا أفندي، ترى أفندي مدح. قال تبارك وتعالى: واذكر ربك في نفسك. قل لهم ليذكروا بذكرك يا محمد صلوات ربي عليه. الصلاة والسلام. من ذكرني في نفسه ذكرت في نفسي، وما ذكرني في ملأ ذكرت في ملأ خير منه أكثر. الله. إذا انظر إلى قوله تعالى: ويقولون في أنفسهم. إذا ما قال في النفس في القلب سماه الله قولا. ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. إذا أصبح ما في النفس في القلب هو قول عنده جل جلاله. وإذا ما ذكرت بلسانك فهو عبادة، ولكن مع حضور القلب. اجعل لسانك رطب بيش؟ بذكر الله. الله في ملأ خير منه وأكثر في الحديث. أما الآن راح الفكر يكون حاضر، كما قال إمامنا الشافعي، قال: وذكرك بين النفس والنفس. الله الله الله. هنا لطيفة. إذا ذكرت أنت بلسانك وقلبك فهي عبادة مباركة. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. يا سادة، 10 آيات انتهت، الآية واحدة 10 مراتب انتهت نهاية والذاكرين الله كثيرا. الإسلام 1 والإيمان 2، وثم روح إلى إحسان ومعارجه. الإحسان 1 وهناك معارج أخرى. الإحسان في المقربات، لكن عندنا مدارج المحبة وعندنا مدارج التحقيق الرباني. إذا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات، الله، والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات. هنا صنعة الاحتباك في البلاغة، أي والذاكرين الله كثيرا. والحافظين فروجهم، أي والحافظات فروجهن. هذه بلاغة في القرآن الكريم تسمى صنعة الاحتباك. 10 والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعلى المرتبة. كلها إيش قال؟ لهم مغفرة وأجر عظيم. المغفرة دخول الجنة بغير حساب. وأما الأجر النظر إلى الوجه الأقدس. والعظيم هو رضوان من الله أكبر. ما شاء الله. هاي 10 مراتب. هناك مرتبة مع العمل بالشريعة تعطيك هذه المرتبة الأخيرة، أي مغفرة وأجر عظيم، وهي حالة الأدب. قال تعالى: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. الله الله الله. شوف محل الأدب الله، وهو الإخلاص والصفاء، محل القلب. ماكو إخلاص ماكو أدب مع الله، ماكو صفاء ماكو أدب مع الله ولا مع رسول الله صلوات الله عليه. إذن هناك مدارج في الذكر، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. إذن قال تعالى: يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون. وهذا التفكر هو الحضور. والذكر في الشريعة هو استحضار عظمة الله، لا إله إلا الله، وما اشتق منه ذكر اللسان. لكن إذا ذكرت أنت بلسانك مع قلبك كتب لك، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذا ذكر كتب قول.
لكن الذي في قلبك بينه وبينه فلا يكتب، الله، فيكون جزاؤه الله وحده. ما شاء الله. لذلك تضاعف إلى 70 مدرج، لأن فيه الإخلاص ضمنا، ما شاء الله. وفيه الاشتغال بالاسم الأعظم. لا إله إلا الله. وأنا لو أكو مجال كان قلت لكم من قال بالاسم الأعظم هو الله في القلب، ما شاء الله. كل الكبار، لكن سأخذ 2 ما أو 3. يقول الشيخ مفتي الحنابلة في القرن الخامس الهجري، نعم. الشيخ عبد القادر الجيلاني في الفتح الرباني، وهسه الحمد لله بالانترنت بس نطيط لك اللي يراد يعني. والشيخ عبد القادر الجيلاني مفتي الحنابلة ومجدد المذهب الحنبلي في القرن الخامس الهجري على ترجيح، نعم. وقال بعضهم السادس، بس هو يقول الإمام ابن الجوزي في المنتظم، الإمام ابن الجوزي أعلى علما من العلامة ابن القيم عنده أهل التحقيق، ما عليه بأهل من يقول يعني، وهكذا الأهواء والعاطفة. يقول ولد الشيخ عبد القادر في المنتظم، كتاب المنتظم، ولد الشيخ عبد القادر سنة 470 هجرية، وكان من أكبر المحدثين، مو محدث. نعم. فحول هذه الدلالة إلى قواعد في الأصول، حولها إلى قواعد كلية بالفقه، فكان مجدد المذهب الحنبلي. والغريب ارجع إلى تاريخ الإسلام للإمام الذهبي، اللي منية الحديث أقول أقره الذهبي. نعم. أنا أخرجت هذا ممن خرج. يقول ما تأثر شيخ ابن تيمية، هو يقول قدس الله روحه، شوفوا يعني الإمام الذهبي، بأحد كما تأثر بالشيخ عبد القادر الجيلاني. ما شاء الله. أكو عبارات أخرى ما نقولها، أنتم اطلعوا عليها شوي بعد أكثر. لماذا جمع بين الحديث وبين الفقه، بين الأصول وبين الفروع في الأحكام، وجمع بين هذه كلها مدارج الربانية، ما شاء الله. فأخذ يتشبث به. شوف الإمام الذهبي تلميذه. إذن يقول الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه ورحمه الله وقدس الله روحه، كلها واردة. الحبيب قال قدس الله هذه الأمة، صلى الله عليه وسلم. يقول إذا صار الذكر في القلب صيرت إليه المعرفة بالله، ما شاء الله. والعلم والتوكل والإعراض عما سوى الله، ما شاء الله. فينام وقلبه لا ينام، ينال هذا ورثة عن نبيه القائل عيناي ينامان وقلبي لا ينام، صلى الله عليه وسلم. صلوات ربي عليه. عليه الصلاة والسلام. ويقول السيد الجليل أحمد الرفاعي وهو فقيه محدث، وأنا عندي ال40 الرفاعية وعندي ال40 الجيلانية، نعم. وعندي ال40 النووية، يعني هذا حلال وذا غير حلال. ما هذه الفوضى بعدم الأمانة في شمولية الدعوة الله، وكلها بأسانيدهم الثلاثة. نعم. يقول هنا كلام شوي دقيق، قال حقيقة الذكر أي تحقيقه بالمذكور أن تجعل في قلبك حضرة الله. الله، لا إله إلا الله. قال كلام آخر ليس يدخلنا في أبواب بعيدة شوية وعظيمة. والشيخ ابن القيم شوف في مدارج السالكين، يعني شوف ماذا قال، أظن يمكن صفحة 440 كذا، شوف المدارج انطي. قال وذكر أهل المعرفة بالله، هذا مو ذكر المؤمنين العارفين، قال بالفكر وقال بالتذكر، بين الفكر والتذكر، بين القلب والفكر. شوفها بنفسك أنت، ونحن نشرناها نصا يعني. إذن راح ندخل في الاشتغال بالذكر بأسمائه، راح نتوجه بصفاته، راح نشتغل باسمه الأعظم، باسمه الأعظم، وهذا سر المنهج عند العارفين، فيكون السير سريعا لأنك توجهت إليه سيرا بأحب الأسماء، بل هو اسمه الأعظم الله. إذا جناب الشيخ هذا الكلام وهذا النور الإلهي
بعد أن قذف الله سبحانه وتعالى على جنابكم هذه الجبال بل وهي البحار المتلاطمة من هذه العلوم، لم يكن لدينا سعة من خلال إتمام هذه الحلقة، فلا بد وأن تكون هنالك حلقة ثالثة لكي نعرف الرحلات العلمية لحضرة وجناب الشيخ عباس، علما أنه عارف بالأنساب. فهذه الدعوة إلى الله اقتضت أن يكون هذا الشيخ الرباني والداعية المحمدي له رحلات علمية، فقد ذهب إلى بيت الله الحرام والتقى بجل من علماء الحجاز، ثم ذهب إلى مصر العربية أرض الكنانة، كما قال المصطفى مصر كنانة الله في الأرض، فقد التقى بشيوخ الأزهر الشريف، وكان له رأي وكان له بصمة وكانت له إشارات وعناية ودراية وأنوار إلهية قد أودعها عندهم، وقد اقترح عليهم كما عرفنا تلك الاقتراحات التي هي من السنة النبوية المطهرة، وقد أشار بالقلم العريض ذلك القلم النوراني على اتباع مسيرة هذا المكان أي الأزهر الشريف على خطى السنة النبوية المطهرة. أيها الأحبة يا مشاهدي هذه القناة، هذا ما نتعرف عليه إن شاء الله من خلال الحلقة القادمة في الأسبوع القادم، ونحن في شغف كبير على أن نتعرف على هذه الدرر التي أسدل بها وسمعنا عنها وقرأناها لحضرة وجناب الشيخ عباس. هذا ما نعرفه إن شاء الله من خلال هذه الرحلات العلمية إلى أرض الحجاز ومكة المكرمة ومدينة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، والسلام على جده رسول الله، ثم انتقاله بعد ذلك طلبا للعلم ومعرفة في الأنساب، خصوصا وهو على نهج سيدنا أبي بكر كيف كان عارف بالأنساب. هذا ما نعرفه إن شاء الله من خلال الحلقة القادمة، وهي الجزء الثالث في ضيافة حضرة الشيخ السيد عباس فاضل الحسني النقشبندي نزيل القلعة في سامراء المحمية. فإلى تلك الحلقة إن شاء الله في الأسبوع القادم، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.